مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم حكايات بسمه. وحشتونا جدا من الاسبوع اللي فات. اول حاجه عايزين ننوه عنها ان الموجه الثانيه موجه كاسحه الدنيا بحالها. كل يوم عندنا عدد وفيات كتير جدا. اولادنا بتروح المدرسه واحنا بنخرج والناس نسيت اصلا ان في كمامه وفي كورونا وفي جل او مطهر لازم نستخدمه. فاهم حاجه لو طالعين في اي حته نستخدم الحاجتين دول ونروح البيت في الجو اللي احنا فيه ده، تشابه دور البرد مع بعضه. لازم ناكل حاجه كويسه ونشرب سوائل طول الوقت. ده غير ان زي ما كانت الاستاذه منى عراقي مطلعه من كام يوم كده فيديو وقالت فيه ان الكورونا مدرستين بيرجحوها. اول مدرسه بنتعامل على كل برد ان هو كورونا، وتاني مدرسه ان كل كورونا نتعامل على اساس انها برد. بس للاسف احنا المفروض نتعامل على كل دور برد ان هو الكورونا، وان ممكن نأذي بيه غيرنا وممكن نأذي بيه اطفالنا ونأذي بيه الناس اللي ما عندهاش مناعه. لو حسينا باي اعراض من اعراض البرد اللي احنا ممكن نعرفها لازم نقعد في البيت، ولازم نشوف الدواء المخصص لنا وناكل كويس ونخلي بالنا من الاحتياطات الموجوده عشان لا نأذي نفسنا ولا نأذي غيرنا. ربنا يعافينا كلنا ان شاء الله، ويا رب بحلول السنه الجديده تكون مشت الكورونا. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. لو سمحت، لو ست الكل واقفه في المطبخ بتعمل حاجه ممكن تناديها عشان عايزانا في كلمتين، ولو البيت كله مشغول وفي ايديه حاجه تانية خليهم قاعدين. ولو سمحت يا حاجه، لو الحاج ماسك التليفون واحد بيتفرج على ماتش ولا عايز يروح القهوه قعد هنا الخمس دقايق دول. الموضوع مهم وعايزنا كلنا نبقى قاعدين فيه، يعني اكننا قاعدين قعده عرب، يعني اكننا قاعدين وعايزين نفوق نفسنا كده. ولو حد فينا بيعمل الحركات دي يبقى كل واحد يقول له خلي بالك الكلام عليك، قصدها بتقول ان انت خلي بالك انت بتعملي كده غلط. ولو عندك بنتك قاعده غضبانه خليها تتفرج علينا. لو العيال هيعملوا وش خليهم يلعبوا بعيد عننا عشان عايزينها هي كمان في كلمتين. اولا بنيجي كلنا ساعه الخطوبه والجمع السعيد الناس كلها بتتجمع فرحانه ومبسوطه، وهات حاجه حلوه وهات حاجه ساقعه وهات حاجه سخنه، وانت حبيبي وانت جوز بنتي وانت بنتي وانت مرات ابني، والحياه بتبقى حلوه. بعد الجواز اول شهرين ثلاثه بعد ما بناخد على بعض بتبدا مشاكل الحياه تظهر واحده ورا الثانيه. يا اما بقى مشاكل من الزوجه او الزوج او الحما من الطرفين طبعا، والست والراجل كل يوم في اختلاط وكل يوم في مشاكل. بس هنرجع نقول مش كلنا ملايكه، لا الستات طول الطريق ملايكه ولا الرجاله هم كمان ملايكه. الستات عندها اخطاء عشان نبقى ماشيين على الجنبين، جنب صالح وجنب طالح. جنب ينفع نقول ان احنا غلطانين فيه وان احنا فعلا بنزود الامور، وجنب تاني يقول لا خلي بالك انا كنت صح بس انت ما عدتش المره دي. لازم كل واحد فينا يعدي للتاني ويسيب الحبل شويه عشان المركب تمشي، خصوصا لما يكون في اطفال. لو في بنت لسه بتتخطب او لسه بتحب ولسه هترتبط لازم تبقى عارفه كويس قوي ان ممكن ارتبط 1000 مره او اتخطب 1000 مره ولا اتجوز يوم واتطلق يوم. دلوقتي مشاكلنا بتيجي ان الزوجه، هنتكلم على كل طرف شويه. الزوج بيجي يشتكي من ضمن قصه اللي بيجيلنا ان سر بيتي كله طالع بره، حماتي عارفه باكل ايه وبشرب ايه وبصرف ايه وبعمل ايه وبسوي ايه. هنرجع نقول الراجل عنده حق، في حاجات ننفع نقولها لماما. ممكن انا تعبانه تعالي معايا للدكتور، الاكله دي باظت مني اعملها ازاي، جوزي حبيبي نفسه في حاجه حلوه وانت عارفه ان ماليش في المطبخ قولي لي ساعديني. لكن ما اروحش اقول لها بيقبض كام وبيودي لامه كام وهيعمل لابوه ايه والكلام من ده. الكلام ده كل واحد ليه خصوصيه وكل واحد ينفع ليه يتقال حاجه والباقي ما يتقالش. وست الكل برضو لما تلاقي جوزها بيروح يجيب حاجه لمامته ما تقولش اشمعنى امك واخواتك، اشمعنى ما بتجريش، اشمعنى ما بتوديش لاهلي. يا حبيبتي هو ابوه وامه على راسه من فوق، وكل ما هو هيكرمهم هيكرمك انت كمان. فبلاش نحط الحم برضو في الناحيه التانيه ان هي الند بالند. في جزء عمته الحربايه دي بتبوظ الدنيا مع الاخ شويه، لا خلي بالك مراتك يا ماما الحقي ده بيعمل لمراته كذا، ده طالع لمراته بيكسر الفاكهه، الحقي يا ماما ده ما عبرناش النهارده. ما هي ست الكل خدته مننا، هو احنا بقينا ايه؟ نهدى شويه. كل واحد دي حياه ودي اسره، انت اخته على عينه وعلى راسه، بس ما تولعيش الدنيا العمليه مش ناقصه. الحاج بقى الراجل المصري الطيب اللي ست الكل متحكمه شويه، هي الحما. ما هم عملوا افلام، عملوا الحموات، ما جابوش حاجه عن الرجال، احنا اللي عاملين كل القلبان. يبقى يا حاج لما تلاقي فيه غلط من ناحيه بنتك قول له انا هعلمها الادب
وارجعها لك تاني يا ابني. لما تلاقي مراتك بتتدخل في اللي ملهاش فيه قول لها خلي بالك، الزمي حدودك، زي ما كنتيش بتحب امي تتدخل في اللي ملهاش فيه، انت كمان خلي العيال سرهم يهدى وخليهم يعيشوا. لو لقيتي بنتك غلطانه عرفيها الصح من غلط، مش العمليه تبقى بايظه كده ونلاقي الدنيا مليانه مشاكل وبعدين تيجي الحق يا بابا ده ضربني ده بهدلني. بس استنى هنا، تضربها ليه؟ هو انت كنت واخدها بالشارع؟ وبعدين كل الامور اللي حوالين مننا بتقول ما ينفعش واحده تتضرب. اصل اكتر المشاكل اللي بتجيلنا الرجاله اللي هم المفروض رجاله وبيضربوا الستات بتاعتهم. ليه تضرب الست بتاعتك؟ بقى انت المفروض اللي هي بتتحامى فيك، بقى انت المفروض الراجل اللي مسؤول عنها، تضربها ليه؟ هو ده اخر ما هي سابت بيت اهلها عشان تيجي تعيش معاك وعشان خاطر بتحبك وبتأملك؟ ما ينفعش تضربها قدام اولادك عشان خاطر الامور ما تبقاش بايظه. العيل الصغير نفسيته بتبوظ، وانتي حاولي على قد ما تقدري خلي المركب تمشي. جماعه كلنا اطراف في حل المشكله، كل واحد فينا ممكن يقدر يحل المشكله، كل واحد فينا ممكن يقدر يتغاضى، ممكن يقول النهارده عندي وبكره عندك. لازم نحل الامور بالراحه عشان في الاخر نلاقي محكمه الاسره ما فيهاش الا الامور الصعبه جدا واللي لجأنا ليها للمحاكم. انما لما نيجي نعمل كل يوم مشكله وكل يوم طلاق او خلع او ضرر او نجري ناخد القايمه او يبقى نهدى شويه، لان بنى البيوت ما بيبقاش سهل والخراب برضو مش سهل. فنرجو ان بحلول السنه كل واحد في ايديه مشكله او يقدر يتغاضى. البنت اللي قاعده جنب حضرتك بعيالها روحها لبيتها، خليهم يبداوا سنه سعيده مع بعضيهم. وانت يا طنط لو انت جامده شويه على جوز بنتك اهدي شويه عشان عندك بنتك تلاقي حماتها هي كمان حنينه عليها. يا رب كلنا نبقوا كويسين، ويا رب كل واحد لينا في دور يقدر يحاول ان هو يعمله صح بما يرضي الله وبما يرضي اهله وحبايبه والعيال الصغيره اللي ممكن تتضر في الاخر. مش عايزين مشاكل، لان لو حكينا في مشاكل الجواز والطلاق الحكايه مليانه وكلها اساسيها الناس اللي حوالين مننا. في موضوع بقى الدنيا مقلوبه عليه اليومين دول، كل شويه نلاقي بوست على الفيسبوك يقول لك خرج ولم يعد، خرجت ولم تعد. اعمار متفاوته، صغير على كبير، على بنات على صبيان، على ناس ممكن تكون اطفال بتتخطف كمان عن طريق موتوسيكلات ولا في مواصلات ولا في المحلات. الموضوع ده قلب الدنيا شويه، مش على السوشيال ميديا بس، على التلفزيون وعلى الواقع. كل يوم في محاضر رسميه بتتم في الاسم بسبب اختفاء طفل، سرقه طفل. وانا عايزين نعرف هو سرقه الاطفال دي بتتعمل بيها ايه، ولا سرقه البنات ولا سرقه الكبار؟ خصوصا ان مفيش دافع ورا السرقه ولا في حتى ان الناس دي بترجع تاني. اكيد في حاجه تانية. ناس بتبحث بتقولك ممكن يكون تجاره سرقه الاعضاء. ايه ده، هو لسه في حد بيسرق اعضاء؟ ايوه طبعا، دي تجاره عالميه على مستوى العالم كله، وفي ناس عايشه حضرتك عشان تاكل لقمه عيشها بسبب الاعضاء دي، سواء اعضاء صغيره كده طازه واعضاء ناس كبيره ممكن نقوله اهو نخلص البلد منهم ونخف الكثافه. اصل هم ليهم راي تاني، يقول لك مصر مليانه، ايه يعني لما نشدلنا منها مليون كده صغير على كبير وادينا ننفع الناس ونستنفع. بس المشكله ان الموضوع ده بقى موضوع زياده عن حده. احنا بقى النهارده جايبين حد يكلمنا ان سرقه الاعضاء دي ده حقه حقيقي. طيب لو هي موجوده في قانون بيجرم الناس دي، طب لو حد فكر يعملها هيبقى ليه عقاب ازاي؟ ولو في دكاتره عارفه ان هو عقاب وان ليه قانون بيردعه وبيعمله، هل هيستمر في ان هو يسرق ويفتح في الناس ويسرقها؟ طب في مستشفيات ممكن لما نخشها نخاف منهم كده ان ممكن دول بياخدوا اعضاء؟ طب هو الاعضاء، سرقه الاعضاء والناس اللي بتسرق الاعضاء دي هم عارفين ان ده في الاول وفي الاخر حرام ولا لا؟ طب لما في ناس بتخش مستشفيات تطلع فعلا تلاقي حاجه فيها متخيطه تانية، راح اعمل اللوز لقيت جنبي متشال منه كليه. ده الحاجات دي مش في افلام بس، ده بحق حقيقي كمان. طب احنا ازاي ممكن نقدر نخش مكان نبقى مطمنين على نفسنا ومطمنين على اهالينا في ظل الكورونا اللي احنا فيها؟ وطبعا ممنوع اصطحاب حد من الاهالي، فالشخص بيخش ومعاه حد واحد بس وفي الاخر يمشي. انا ما بقتش مامنه ان حد يخش حتى يعمل عمليه اللوز ويطلع، ما هو ممكن يطلع من غيرها. النهارده جبنا حد متخصص هيكلمنا ان في فعلا سرقه اعضاء ولا لا، هل القانون فعلا بيجرم اي حد؟ القانون بيدور على الناس دي وليهم عقاب جامد جدا. فاي حد بيحاول يفكر ان الفكره دي محدش واخد باله منها، لا، في ناس واخده بالها منها والبوليس ما بيسكتش والدنيا بتدور. وانت لما تتمسك مش هتموت، انت هتروح في 60 داهيه انت والناس اللي معاك. بعد الفاصل ان شاء الله هنعرف القصه ايه هي حكايتها. نرجع لكم بعد الفاصل، استنونا.
ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة تانية. معانا اللواء الدكتور أسامة عصمت الشناوي، لواء شرطة سابق، حاصل على دكتوراه في القانون الجنائي، محاضر القانون بأكاديمية الشرطة وكليات الحقوق جامعة الإسكندرية وطنطا، محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية. ازي حضرتك يا فندم؟ والله يعني طبعا كل التحية والتقدير لحضرتك، والمقدمة الكبيرة دي يعني احنا طبعا بنشكر حضرتك عليها، ولكن لا نزكي أنفسنا على الله يعني. ربنا يديك الصحة. حضرتك دلوقتي احنا عرفنا نقل وزرع الأعضاء ما بين التجريم والإباحة. بين الإباحة والتجريم. تمام. دلوقتي بقى في فعلا قانون بيجرم زرع الأعضاء أو نقلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا صدر قانون 5 لسنة 2010 بنقل وزرع الأعضاء البشرية وبضوابط معينة، وصدر له اللائحة التنفيذية بتاعته. دي بتبقى يعني ايه كيفية تنفيذ القانون. القانون بيتكون من حوالي 28 مادة من 4 فصول. كل فصل له يعني وضع معين في القانون. في فصل بينظم الضوابط، في فصل إجرائي، في فصل بيتكلم عن الجرائم المرتبطة بهذا القانون، في فصل بيتكلم عن العقوبات. تم تعديل القانون مؤخرا في 2017. ليه؟ لأن احنا بنقول ان دايما بنعيش في حياتنا مرحلة بنسميها مرحلة نقص العدالة. يعني القوانين بتوضع في فترة وحياتنا بتتغير ومكتسباتنا والتكنولوجيا والكلام ده، فبنضطر ان احنا نعدل القوانين. فتم تعديل القوانين حديثا في 2017، والتعديل شمل فقط تغليظ العقوبات لجرائم معينة في نقل وزرع الأعضاء البشرية. هو فعلا الموضوع ده حرام ولا حلال؟ هو لما بنيجي نتكلم عن جسم الإنسان، فطبعا جسم الإنسان ده هيسأل الإنسان وهيحاسب يوم الحساب. فطبعا آية قرآنية صريحة يوم تشهد عليهم أعضاء معينة من جسم الإنسان. فالمعتقد عندنا كلنا إن الإنسان مش من حقه إن هو يتصرف في جسمه. فلما نيجي ننظم الآراء المؤيدة والآراء المعارضة، دايما يبقى عندنا رأي مؤيد ورأي معارض في الفقه الإسلامي. لما نشوف الآراء المعارضة الأول، ده كان الفقه القديم وجزء من الفقه الحديث. طبعا في رأي بنحترمه طبعا كلنا رحمة الله عليه الشيخ متولي الشعراوي، كان رفض نقل وزرع الأعضاء البشرية، وقال ان التبرع في مفهومه العام في الشريعة وفي القانون هو جزء من الملكية، وهو ملك الله، والإنسان لا يملك جسده، يبقى إذا الله يحق له التبرع بجزء منه. احنا بنرد لما بنيجي نقول حلال وحرام، فبنشوف أدلة اللي حرموا هذا النقل، لأن طبعا بنستند لمصادر القاعدة الشرعية. واحنا عندنا القاعدة الشرعية يعني مش هنقول محاضرة عامة يعني في القانون ولا الفقه، ولكن القاعدة الشرعية لها 7 عناصر. أول عنصر القرآن، يعني لما بنحتار في حاجة شرعي ولا مش شرعي بنلجأ للقرآن. تاني مصدر من مصادر القاعدة الشرعية السنة. ثالث مصدر الإجماع، إجماع الصحابة. رابع مصدر الاجتهاد، اجتهاد المذاهب الفقهية الأربعة، وده انتهى بعصر الاجتهاد. خامس مصدر القياس، ثم الاستحسان. في بقى مصدر جديد اسمه المصالح المرسلة، شيء لم يرد به نص بتقرير ولا بإلغاء، ولكنه يحقق مصلحة للجماعة. لو جينا لقينا أدلة المعارضين لنقل الأعضاء، استندوا على آية من القرآن في سورة الإسراء الآية 70: ولقد كرمنا بني آدم. يعني ان الانسان مكرم، يجب ان يبعد عن اي نوع من انواع المعاملات في الحياة. احنا بقى كفريق فقه حديث مؤيدين لنقل وزرع الاعضاء البشرية، جبنا آية في سورة الحشر: ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى قرآن وقرآن. واعتقد ان الآية الثانية المقصد الشرعي بتاعها اقرب لنقل وزرع، لان الانسان ممكن يتعاون ويتكافل مع الاخرين، يبقى في تكافل وتضامن اجتماعي بجزء بسيط جدا من يعني ان الانسان يعني يعاني معاناه بسيطه بما لا يتعارض مع درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني لا ضرر ولا ضرار. لا مش معارض، انا مؤيد لنقل الاعضاء البشريه. طيب ايه الحالات اللي تخلينا ممكن ننقل الاعضاء؟ هو في بقى ضوابط في القانون 5 لسنه 2010 وتعديلاته. الضوابط اهم ضابط أن تكون هناك ضرورة طبية، وتبقى دي الوسيلة الطبية الوحيدة لإنقاذ مريض من الوفاة، مش من العلاج، الوفاة. يعني ما يكونش واحد بقى عايز يصلح جسمه، واحد عايز يعيش رفاهية أزيد، واحد عايز يعدل في قلبه وفي مخه وفي لا، يبقى أوشك على الموت ومفيش وسيلة لإنقاذه إلا نقل عضو بشري. يبقى أول حاجة حالة الضرورة.
تاني ضابط ان يكون تبرع وليس بيع، لان كرامه الانسان تتعارض مع بيعه. ما ينفعش نقول الكلى هنا 70,000 هنا ب100,000 هنا بمليون هنا ب5، ده يبقى جسم الانسان ما ينفعش يباع ويشترى. طب ما التبرع ده هيجي عن طريق ايه؟ التبرع، ما هو هنقول لحضرتك هي هتبقى، ما احنا بنتكلم النهارده في القنوات الفضائيه والتلفزيون، وبرنامج حضرتك اعتقد انه هيبقى سباق لهذا، لان دي دعوه صريحه للمجتمع. ليه؟ لان احنا لازم يبقى في تكافل بيننا وبين بعض كمواطنين بما لا يتعارض مع مصلحه الانسان. يبقى هنجيب اعضاء بشريه منين؟ يبقى في متبرعين، زي متبرع بالدم، متبرع برضاعه اطفال، ده لازم تبقى ثقافه عندنا. وبعدين هننقل على حاجه ثانيه اللي هي الوصيه، الانسان يتبرع بجزء من جسده بعد ما ماته. هنقول لحضرتك ثالث ضابط، يبقى اول ضابط حاله الضروره ان يكون بدون مقابل. ثالث ضابط ان يكون في رضا، ما يكونش في قهر ولا اجبار ولا اكراه مادي او اكراه معنوي. يعني الانسان اللي رايح يتبرع بعضو لازم يبقى راضي تماما عن هذه العمليه التبرع، ويبصر بالمستجدات اللي هتطرأ عليه في حياته. يعني الدكتور لازم تقعد معاه لجنه طبيه تقول له ان انت بعد التبرع هيبقى في مخاطر كذا، وهتعيش كذا، وهتاكل كذا، وهتعمل رياضه كذا، الكلام ده كله. يبقى بدون مقابل، ضروره ان يكون هناك رضا. الضابط الاخير طبعا احنا بنقول فيه صله قرابه، يبقى في صله قرابه من المتبرعين، ويكون بدون مقابل ورضا وحاله الضروره. هي دي الضوابط كلها. طبعا اللائحه التنفيذيه زيادت بقى في الضوابط. يعني لقينا ايه؟ ان في خلل في تطبيق القانون. لقينا بعض الاسراء بيجوا يتجوزوا بعض الفتيات من اسر فقيره تحت مسمى الزواج. ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. هو في اصلا سن معين للتبرع ولا لا؟ وفي فئه معينه ولا لا؟ انت حضرتك كده بتنافسينا يعني في الدكتوراه بتاعتنا يعني. لا العفو يا فندم. احنا بس بنقول ان في فئه معينه ممكن نضطر ان احنا نعمل ده معاهم في زرع الاعضاء، ولا احنا بنبعد عن فئه معينه برضو؟ عشان دلوقتي احنا بنلاقي ناس بتخطف الاطفال او البنات او فئه عمريه مثلا كبير في السن، ممكن يكون يعني مريض زهايمر او حاجه، وبنلاقيهم اختفوا ومش موجودين، وفي الاخر بنعرف ان هم اترموا في الشوارع بدون اعضاء. ده فكره كويس جدا، وانا بقى يعني بحيي حضرتك على هذا الطرح. هو فعلا القاعده اللائحه التنفيذيه قالت ان لا يجوز اخذ عضو من انسان سنه ازيد من 50 عام. ادي نمره واحد. اي حد ازيد من 50 ممنوع يتبرع. ليه؟ لان حالته الصحيه يعني مشكوك فيها. نمره اثنين، الطفل ممنوع يتبرع الا لاخيه بموافقه والديه والحاله الضروره. نمره ثلاثه، ان الزوجه المصريه اللي هتتجوز من غير مصري لا يجوز التبرع الا بعد مضي 3 سنوات من عقد الزواج. دي ضوابط التبرع بالنسبه للسن. يعني فوق ال50 ممنوع، الطفل ممنوع، بين الاخوه مباح بشرط موافقه الاب والام، او من الاطفال للاب والام. تمام. الضابط الاخر ان سن الحدث، احنا قلنا بقى بالنسبه لزواج المصريات من غير المصريين لازم يمر على عقد الزواج 3 سنوات. لان في سن وقت معين ممكن الاعضاء تفسد. هو الطب يعني حسم هذا الموضوع، قال ان الجثمان الانسان في النصف ساعه الاولى من الوفاه ممكن ناخد منه اي عضو ويتم تجميده تحت درجه 30 درجه مئويه، ويعاد زراعته مره اخرى ويعمل بنفس الكفاءه. طب حضرتك انت شايف ان في مصر حد متبرع بالقصد سواء بالوفاه بعد الوفاه او على حياه عينه ايه الفقراء والناس بتستغلهم على كده؟ هو انا يعني شفت في حالات فيها استغلال، وفي حالات دخلوا السجن بسبب ان هم مضوا على ورق ان هم هياخدوا مبلغ مالي، واتضح ان الاوراق دي كلها عباره عن ايصالات امانه وكمبيالات وعلى بياض، ولا خدوا فلوس واتبرعوا وما استفادوش باي حاجه ودخلوا السجن. فانا بقول ان لازم يبقى في اللائحه التنفيذيه تنفذ، ان في لجنه اسمها الهيئه العليا لنقل وزرع الاعضاء البشريه. دي هي مانحه التراخيص للمراكز الطبيه والمستشفيات اللي هي لها لديها الرغبه على اجراء العمليات عندها. ليه؟ اللي بنشوف المكان مجهز، ولازم يبقى في لجنه طبيه تقر نزع العضو، ولجنه طبيه تقر الزرع، ولجنه هي اللي بتقوم بعمليه زرع العضو، عشان نضمن حياديه تامه ورضا تام من المتبرع. طب لازم يكون في مستشفيات متخصصه في نقل الموضوع ده بالفعل. اي مستشفى بقى لو احنا رحنا نلاقي مكان غير مجهز، او عياده مجهوله الهويه، او دكتور مش فاهم حاجه، زي ممكن يكون مش عامل نفسه، يعني عامل نفسه دكتور هو اصلا مش دكتور، جزار عايز ياخد الحاجه ويبيع زي سمسار. لا، هو حاليا طبعا الهيئه العليا للنقل وزرع الاعضاء البشريه دي هيئه احدى هيئات وزاره الصحه، بيرأسها وزير الصحه ومعاه 11 طبيب.
دول هم المتولين يعني الاجراءات الاداريه لاستصدار التراخيص. وفي صندوق معمول ان بياخدوا يعني مبلغ مالي معين على الرخصه، بيوضع في هذا الصندوق ويتم من انفاق على العمليات نقل وزرع الاعضاء البشريه للغير قادرين من هذا الصندوق. والرخصه بتطلع لمده عام وبيتم تجديدها، بيتم معاينه المكان. يعني انا اعتقد لغايه دلوقتي في قرابه ال 140 رخصه صدرت لمنشآت طبيه في جمهوريه مصر العربيه باجراء هذه العمليات. في المقابل في قضايا اتعملت في لحوالي 43، مع احترامنا لمهنه الطب والاطباء اللي هم الجنود الحقيقيين في مصر، اتعملت قضيه ل 43 طبيب. ليه؟ لقينا في بنك لتجاره الاعضاء. ولسه هنكلم حضرتك على ان الجرائم بقى 8 جرائم احنا طلعناهم من القانون، صدر بيهم قانون يعني الحمد لله، احنا كنا احدى المشاركين يعني فيه. ففي ممنوع يبقى في بنك لتجاره الاعضاء. ليه؟ احنا قلنا العضو يتخلع يترك، مفيش تجاره اعضاء، مفيش الانسان يبيع جسمه، مفيش انسان يتاجر باعضائه، مفيش اجراء العمليه بغير ضروره طبيه، يبقى مفيش مبرر ان يبقى في بنك للاعضاء الا بنك للقرنيه وبنك للدم، ودي ليه قانون بينظمه من قديم الازل. يعني دلوقتي المفروض اي حد يتفرج علينا سواء دكاتره او سماسره يعرفوا ان القانون ليه روادع كبيره جدا، واي حد يعني هيتمسك او هيتقبض عليه تحت جرم نقل الاعضاء بصوره غير صحيحه وسمسار وبيع اعضاء للمتاجره، فهو يعني السجن لا محاله. انا هستاذن حضرتك، انا في عجاله هقول لحضرتك هم 8 جرائم. التكنولوجيا الطبيه احنا بنحترمها وبنأيدها وبنقول يعني ان شاء الله مزيد من التقدم في مجال الطب وفي مجال نقل الاعضاء البشريه، ولكن تكنولوجيا الجريمه برضو لازم ناخد حذرنا منها، لان كل تقدم في الحياه بيقابل تقدم في عالم الجريمه، وطبعا بتوضع سياسات معينه للعقاب. انا قلت اول جريمه اجراء العمليه في غير الاماكن المرخصه، دي جريمه. اي طبيب يعمل او اي انسان يعمل عمليه نقل اعضاء في غير الاماكن المرخصه جريمه، والعقوبه بتاعتها بتصل للسجن والحبس والسجن المشدد من 3 ل 15 عام، وغرامه من 500 لمليون، والمصادره والتحفظ والغاء الرخصه والايقاف عن العمل لمده 5 سنوات. دي اول جريمه. تاني جريمه التحايل في نقل الاعضاء البشريه، يعني المريض ما يكونش محتاج لعمليه، الطبيب عشان يتمكن من جسمه ياخد عضو يدخله عمليات. دي يعني احنا بنشبهها بيطلع من غير كده، مش شباب عمليه نصب. ده جريمه وبرضه الحبس فيها من 7 ل 15 عام، ولو ترتب عليها وفاه بيبقى قتل، سجن مشدد مفيهوش اعدام. ثالث جريمه الاتجار بالاعضاء البشريه، واحد يقول مش لاقي اكل ابيع جسمي. يعني انا كنت في بدايه الدكتوراه عاملها بقول ان عمليه نقل الاعضاء بتزعمها اطرافهم 4: الطب بعلماء ومفكري، الفقه بمفكري ومشرعي، المريض الذي يجد من هذه الوسيله فرصه لانقاذ حياته، الفقير الذي يجد منها وسيله للتعايش. بقول ان هم اطرافهم 4 بتجمعهم كل العلاقات القانونيه دي. ثالث جريمه اللي هي الاتجار بالاعضاء البشريه، ده ممنوع. رابع جريمه انتهاك حرمه الموت، ان احنا بعد الجثه ما تدفن ما يكونش في وصيه ولا موافقه الاهل ننزع منها بعض الاعضاء. حبس، كل ده حبس من 3 ل 15، وغرامه مصادره وغلق. يعني قانون فعال. في بقى جريمه مهمه اللي هي يعني التعجيل بالموت، دي اللي انا عايز اتكلم فيها باستفاضه، ان هو المريض الذي لم تثبت وفاته وناخد منه اعضاء بشريه. دي بقى حضرتك هناخدها بكره لوحدها بسبب الموقف اللي لسه حكوا لي من شويه. طيب تمام ان شاء الله. كمل بقيه القوانين وبعدين. طبعا احنا اتكلمنا عن التحايل في نقل الاعضاء البشريه، الاتجار. في جريمه برضو يعني مقززه مجتمعيا اللي هي السمسره والوساطه في نقل وزرع الاعضاء البشريه. ما ينفعش يبقى في سمسره. اول ما المريض يكشف عند الطبيب ياخدوا عينه الدم ينزلوها على المواقع الالكترونيه عايزين متبرع، كل دي احنا اعتبرناها جريمه لان هي مهينه لحق الانسان. يبقى السمسره والوساطه الحبس فيها برضو من 3 ل 7 سنوات. دلوقتي حضرتك قلت لي في الفاصل ان في حد جات له غيبوبه كبد فمات، تمام، او اتشخص غلط، وبعد تاني يوم في المشرحه بيطلعوه، الراجل بتاع المشرحه بيفتح لقى الراجل صاحي قدامهم. فعلا الواقعه دي انا ذاكرها في المؤلف، ان هو كان مريض في مستشفى في المنوفيه ونقلوه على ان هو عنده في حاله غيبوبه. التشخيص الطبي الاولي قال ان هو في وفاه،
وانا برضو بنفس سبب الموضوع ده عملت حاجه اسمها المسؤوليه المدنيه والجنائيه للطبيب، سواء شخص غلط او ادى علاج غلط او اجرى عمليه غلط. وطبعا في الجريمه العمديه غير الجريمه الغير عمديه للطبيب. يعني الطبيب ليه 3 جرائم بنقول عليها عمديه: اجهاض، ختان اناث، نقل اعضاء بشريه بدون ترخيص. دي جرائم عمديه. الجرائم غير العمديه اللي هي الخطا الطبي. فانا قلت ان لو حصل نوع معين من التشخيص الخاطئ بتعتبر مسؤوليه الطبيب. فهم شخصوا الاخ في مستشفى المنوفيه تشخيص ان هو متوفي، نقلوه على المشرحه. هو المواطن بيقول ان انا في تلك الاثناء كنت بشعر بسخونيه شديده وعدم القدره على الحركه او الكلام او اي حركه تحريك اي عضو، فدخلوه المشرحه. بيقول بعد ساعتين فقت، او يعني ايه، رجع لحالته الطبيعيه. قعد ينادي ويخبط وما حدش سمعه. بتاع المشرحه بيفتح الباب الصبح لقى ده قاعد له، فجات له صدمه، سكته قلبيه، توفى في الحال. هو راجل يعني فرحان ان هو عايش، بس حزين التشخيص الخاطئ والاهمال الجسيم والشخص اللي هو توفاه الله. طب دلوقتي حضرتك طبعا الموضوع طبعا عايز حلقات وساعات كثيره جدا نتكلم فيه. انا بس عايزه للناس اللي بتتفرج يعني حاجه للسماسره، وكلمه للدكاتره، وكلمه للناس اللي ممكن تبقى خايفه في ظل الكورونا ان ممكن يكون عندهم عمليات طارئه وبيبقى الشخص المريض هو اللي في المستشفى لوحده. ايه الاحترازات اللي ممكن ياخدوها؟ ايه العواقب اللي الدكتور اللي ممكن يكون دكتور فاسد مش همه الا فلوس وبس، وصحه البني ادم مش في دماغه، والسمسار اللي ممكن يكون مشغل ناس بتخطف الناس والبنات الصغيره والناس الكبيره عشان خاطر يكملوا ثروتهم اللي بتيجي عن طريق نقل اعضاء غير بدون اذن الشخص بطريقه مخالفه للشرع والقانون. تمام. هو طبعا بالنسبه للسماسره احنا عايزين نقول ان في مجالات كتير للتكسب والرزق الحلال. الآية الكريمة في سورة الإسراء هي دي بقى اللي تنطبق على السماسرة. لقد كرمنا بني آدم. ما ينفعش السمسار يبيع جسم الإنسان ويبقى فيه فصال. هاخد الكلى ب70، هاخدها ب60، هاخدها بمليون. من غير فصال أصلا بياخدوها كده. وبعدين من غير فصال بيتم بقى إيه يعني تأليف وقعة كده احتيالية. امضي على ورق عشان نعمل أشعة، عشان تعمل تحاليل. المواطن اللي هو الفقير ما يعرفش يدرك القراءة والكتابة، يمضي يلاقي نفسه داخل السجن وما خدش فلوس واتخذ منه الاعضاء جسمه. فاحنا بنقول ان مهنه السمسره في هذا المجال انا يعني بعتبر ان دي مهنه غير شريفه، بالاضافه لان انا بحذر ان في قانون بيجرم هذا العمل. معانا ومعاكم اللواء الدكتور اسامه عصمت الشناوي، لواء شرطه سابق، حصل على دكتوراه في القانون الجنائي ومحاضر للقانون باكاديميه الشرطه وكليات الحقوق جامعه الاسكندريه وطنطا، ومحاضر باكاديميه ناصر العسكريه، عضو فرع المجلس القومي للمراه بالاسكندريه. نورتنا يا فندم، وان شاء الله باذن الله نستثار بالمشاكل دي والمواضيع الكبيره دي، وان شاء الله تشرفنا في حلقات ثانيه جدا. كل التحيه والتقدير لحضرتك، وبندعو لمصر الحبيبه كده بمزيد من الامن والامان والاستقرار والتنميه، وبنشكر السيد رئيس الجمهوريه وبندعو للسيد رئيس الجمهوريه بالتوفيق في مسعاه. حلقتنا النهارده خلصت، بس حكاياتنا لسه ما خلصتش. كل اسبوع عندنا حكايات مختلفه، حكايات عايزينها عشان خاطر نتعلم منها او نعرف ايه اللي وراها. يا رب تكون حكاياتنا وحلقاتنا بتعجبكم. نشوفكم الاسبوع الجاي مع حكايه مختلفه ويوم مختلف، وكل سنه وانتم طيبين. سيبناكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله.